مرت السنوات ووقف بشار وقال: أنا ربكم الأعلى. قتل من الرجال وقتل من النساء وقتل من الأطفال، واستنجد بروسيا واستنجد بغيرها، ثم نظر إليهم وظن أن ذلك سيطول كطول رقبته، ظن أن ذلك سيطول كطول رقبته، ولكنه لم يعلم أن الله عز وجل يهيئ رجال لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها، وحينما أرادوا أن يخلعوا شيئا خلعوا ذلك الطاغية. فاليوم حق لنا أن نصدح وأن نقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم أيها الكرام، كبروا كأنه يوم عيد، كبروا كأنه يوم عيد، ولا عيد للشام أعظم من ذلك العيد، يوم أن خلع ذلك الطاغية، ويوم أن هرب كالفئران بطائرته إلى روسيا. يا بشار، يا بشار، لمن الملك اليوم؟ يا بشار، لمن الملك اليوم؟ أين جبروتك؟ أين ملكك؟ يا بشار، أين سلطانك؟ يا بشار، أين سجونك؟ يا بشار، أين قوتك التي كنت تستقوي بها على الناس؟ يا بشار، أين البراميل المتفجرة؟ يا بشار، أين الكيماوي؟ يا بشار، أين روسيا؟ يا بشار، أين الميليشيات؟ لمن الملك اليوم؟ لا نريدك أن تجيب، سنجيبك بلسان حمزة الخطيب الذي قطعته، وسنجيبك بصوت الصاروت الذي عدمته، وسنقول لك: لله، لله، لله الواحد القهار، لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. هذه العقيدة التي لا يريدونها اليوم. اليوم تخيفهم راية التوحيد، تخيفهم راية التوحيد، لأنهم يعلمون أن سوريا ما حررت إلا براية التوحيد، وما عاد إليها الرجال إلا بقوة هذه الراية، وإلا بقوة التوحيد في صدورهم. وما أيدنا الله وما أيد الله الرجال إلا لأنهم حفظوا الله في صدورهم وحفظوا الله في قلوبهم، فحق لهم اليوم أن يرفعوا رؤوسهم، وحق لهم أن ينتصروا. يا أيها الكرام، يا أيها السوريون، كم جربتم من مرارة الغربة، وكم جربتم من فقد أبنائكم وأطفالكم. مرت عليكم أيام تشيب لها الولدان، مرت عليكم أيام تشيب لها رؤوس الرجال، ولكن على هذا المنبر إن كنتم تذكرون وقفت عليه على مدار 4 سنوات، وأنا أقول لكم وما زلت أقول، وقلت ذلك الوعد وتذكرونه، أنه لنا موعد مع صلاتين: صلاة في المسجد الأموي وصلاة في المسجد الأقصى. وقلت على هذا المنبر أننا إن أردنا أن نصلي صلاة في المسجد الأقصى لن تكون إلا بعد صلاة في المسجد الأموي. وها قد قدر الله، نحن لا نعلم بالغيب، ولكننا نعلم أنه ما بعد ذلك الصبر وما بعد ذلك الكرب إلا فرج قريب من الله، لأن ذلك يقينا على الله عز وجل، لأننا نعلم أننا صبرنا وأنكم صبرتم. فحق لكم اليوم أن تفرحوا، وحق لكم اليوم أن ترفعوا رؤوسكم في شتى البلاد. لا قتل بعد اليوم، لا براميل متفجرة بعد اليوم، لا حدود بعد اليوم، لا ملاحقة بعد اليوم، لا كيماوي بعد اليوم، لا تهجير بعد اليوم، لا جوع بعد اليوم، وإنما رفعة رأس لكل سوري على وجه الأرض بإذن الله سبحانه وتعالى. كان بإمكان السوريين من السنة الأولى للثورة أن يتنازلوا، أن يأخذوا حصة في البلاد، كان بإمكانهم أن يتنازلوا،
ولكن السوري آثر أن يعيش في الغربة بعيدا عن وطنه ل13 عاما، وآثر أن يأكل من ورق الشجر، وآثر أن يعيش في خيمة، وآثر أن يدعته العالم باللاجئ، وآثر الصبر على مضض الحياة على ألا ينحني لذلك الطاغية. فإننا والله اليوم نعيد ذلك المجد ونعيد ذلك التاريخ من جديد. لا تظنوا أن الشام قد عادت إليكم على طبق من ذهب، ولا تظنوا بأن سوريا قد عادت إليكم على طبق من ذهب، لا والله. مئات الشهداء استشهدوا في طريقهم إلى حلب، تلك الدماء هي التي أنارت لكم الطريق، فاحفظوا أسماءهم جيدا وخلدوهم جيدا، لأن هؤلاء لولاهم ما استطعنا أن نصل اليوم لنحمل علم الثورة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجزاهم الله عنا خير الجزاء، وأسأل الله عز وجل أن يأجرهم عن الثورة خير الجزاء. فرحم الله من ضحى لأجلها، ورحم الله من جاهد لأجلها، ورحم الله من ضحى بأغلى ما يملك من أجل هذه الثورة. والأسماء كثر، ومن نعرفهم ومن لا نعرفهم يعرفهم ويعلمهم الله سبحانه وتعالى. كم من المجاهيل على الطريق استشهدوا وهم يريدون أن يعيدوا لنا العزة من أجل أن يخرجوا آلاف من الأسرى في سجون الأسد. هؤلاء استشهدوا لأجل كرامتنا، فاحفظوا أسماءهم، لأنهم ما عاشوا لأنفسهم. لو عاشوا لأنفسهم لربما سافروا، لربما قبلوا بعروض الدنيا التي كانت تعرض عليهم على ألا يفكروا ولو للحظة بالذهاب إلى دمشق، ولكنهم فكروا بأن هناك آلاف من الأسرى كمازن حمادة الذي غدروا به. وإن كان والله هناك من سبب واحد كان يكفي لإسقاط بشار، وهو مشهد مازن حمادة، لكان كافيا أن يسقط 1000 مثل بشار. ولو عاد التاريخ من جديد سيسقط 1,000,000 مثل بشار الأسد، بعدما رأينا مشهد مازن حمادة ومشهد الإجرام في جسده بعدما غدروا به. إن كان لا يكفي لإسقاط بشار إلا مشهد ذلك الطفل الذي ولد في السجن عمره عامين يا بشار، عامين يا ابن الحرام، عامين في السجن، عمره عامين ولد وتربى في السجن. أي جرم بعد ذلك، أي طغيان بعد ذلك. واليوم لا يريدون لنا أن نكبر، بل سنكبر، بل والله سنكبر 1000 مرة، وسنفرح 1000 مرة على نهاية هذا الطاغية. ولن نرضى بإذن الله إلا أن نراه قريبا على مشنقة الإعدام بإذن الله، حتى تشفى صدورنا بإذن الله سبحانه وتعالى، وذلك قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. والله في عام 2011 وقفت على المنبر وقد كنت في غزة على أحد منابر غزة، وكانت الثورة في بدايتها لما بدأ بقتل الناس. قلت والله يومها وما زلت أذكر الخطبة حتى الآن أن رقبة بشار لم تخلق طويلة عبثا، وإن لها موعد مع مشنقة قريبة ولو طالت الأيام والسنون. فليختبئ في روسيا وليذق ما ذاقه السوريين من لجوء. ولذلك أسأل الله عز وجل أن يذيقه ما ذاق منه السوريين وأشد، وأن يذيقه مرارة القتل ومرارة التشريد ومرارة الدم وكل مرارة ذاقها السوريين. وأسأل الله عز وجل أن يلعنه مع كل آمين يبوح بها الشعب السوري. اللهم العن بشار
مع كل آمين يبوح بها الشعب السوري. حق لكل مسلم ولكل حر أن يقبل اليوم رؤوس السوريين على صبرهم على هذه الحياة. حق والله لكل حر على وجه الأرض كلما قابل سوري أن يقبل رأسه على هذا الصبر الطويل. لذلك أيها الكرام، نحن اليوم نعيش هذا النصر ونعيش هذه الفرحة، ولكن أيها الكرام أقول ختاما: أرجع الفضل لصاحب الفضل، لله. أنتم الذين كنتم تهتفون يا رب يا الله من لنا غيرك يا الله. ألم تهتفوها في 2011 وهتفتموها في 2023 وهتفتموها في 2024 قبل إسقاط النظام؟ هكذا كان شعاركم: يا الله ما لنا غيرك يا الله. لم ينساكم الله، بل جزاكم خيرا وأعطاكم فوق العطاء عطاء، بل أدهشكم في العطاء. وكان عمر هذه الأيام 5 أيام أو 4 أيام أو 7 أيام على صبر 13 عاما، حتى تعلموا أنكم إذا سلمتم أمركم لله، لا للأمم المتحدة ولا لأمريكا ولا لجامعة الدول العربية، فإن الله لن يتركم أعمالكم. لذلك أقول يا أهل سوريا: إن القادم أعظم مما فات، وإن النهوض أعظم من السقوط. السقوط يسقط فلان، ولكن النهوض من بعد السقوط هو الأمر الصعب. لذلك أنتم في لحظة نهوض، لم تسلموا أمركم لأحد من قبل، فلا تسلموا أمركم لأحد من بعد. لم تسلموا أمركم إلا لله من قبل، فسلموا أمركم لله من بعد. هو الذي كان معكم في صبركم، وهو الذي أدهشكم بعد صبركم، وهو الذي أعطاكم بعد صبركم. فكونوا مع الله في النائبات، كونوا معه في الضيق وفي الشدة وفي الفرج، كونوا مع الله في الفرح وفي الحزن وفي السرور، كونوا مع الله في أوقاتكم، لأنه من عرف الله في الرخاء تعرف الله عز وجل عليه في الشدة. الله عز وجل لم يترككم في شدتكم، ورأيتم الذي رأيتموه، أسقط لكم الطاغية في أقل من 7 أيام. فإياكم أن تخونوا العهد مع الله، وإياكم أن تسلموا أمركم لأحد. هذه بلادكم، امضوا بها على منهج الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنوها بأيديكم، وأعيدوا دمشق شامة في جبين هذه الأمة كما كانت. أعيدوها قبلة للأحرار وللثوار كما كانت وكما ستزال بإذن الله.